السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا تشيلهم، نهاية هذه القصة نهايتها جميلة وممتعة وفيها فائدة لي ولكم وللمتابعين، يعني مو زي باقي القصص اللي كل ما أذكر لكم قصة يكون فيها خيانة أو خذلان أو نهاية مؤلمة. هذه القصة بالتحديد فيها فائدة لنا جميعا، ونهايتها زي ما قلت لكم حتعجبكم، فخلوكم قريبين. يوم من الأيام اتصل علي هذا الشاب، وتعتبر أنه هذه المكالمة من المكالمات اللي أنا مستحيل أنساها في حياتي. يقول لي يعقوب، إيه معك يعقوب؟ يقول لي يعقوب أنا ما أعرفك بسلامتك، لكن الوالدة الله يطول في عمرها منشنتني بعض من مقاطعك، وشفت إنه أسلوبك جميل في المقاطع وقاعد تروي قصص، فانبسطت. المهم كبر لي راسي وقلت الله يسعدك، تفضل إن شاء الله أقدر أخدمك. يقول لي أباك تنقل هذه القصة للمتابعين اللي عندك، وشرف لي إنه أشوف قصتي عندك. قلت شيء جميل. بالمناسبة شكرا لثقتكم، وشكرا انكم اخترتوني ان انا انقل قصصكم للمتابعين. قلت له تفضل الله يسلمك واعطيني القصة حقتك. يقول انا كنت اؤمن وعندي قناعة انه ما حد يزوجك الا لازم يكون وضعك المادي متواضع، وضعك المادي تمام. يعني مستحيل اهل البنت يزوجوك اذا ما عندك سيارة او بيت او شقة او عندك وظيفة مثلا. المهم انه يكون وضعك المادي تمام. وانا انسان حالي ما يعلم فيه الا رب العباد، وكان حالي جدا سيء. يعني أقدم في وظيفة أقعد فيها فترة وانفصل، وكل وضعي يعني ما يعلم بوضعي إلا ربي سبحانه وتعالى وأهلي. هم عارفين إنه هذا الواد جدا سيء وما كان عندي شيء. يقول دام إنه هي خربانة قلت قررت إني أروح الحرم. فصرت أروح الحرم كل يوم رايح جاي، وكنت أقرأ لي في اليوم 3 صفحات 4 صفحات من القرآن وارجع البيت. يقول في يوم من الأيام رحت الحرم وفتحت المصحف على سورة النور، ركزوا في هذا الكلام. يقول وأنا قاعد أقرأ في سورة النور تيجي عيني على الآية 32: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول هذه الآية استوقفتني، وصرت أردد أن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يكونوا فقراء يغنيهم الله. يقوم ورحت وقعدت أبحث عن معاني هذه الآية وعن تفاسيرها، لأن اكتشفت أن وراء هذه الآية أنه الزواج هو بركة، وأنه ممكن بسبب الزواج أنه الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب كل شيء، وأنه إذا أنت صدقت مع الله ونيتك صدقت في هذا المجال أو في باب الزواج أنه الله بيفتح لك كل شيء. قلت ورحت صرت أردد هذه الآية دائما. يقول وقعدت بيني وبين نفسي أتساءل، معقول أنه الزواج يكون باب رزق لي؟ ومعقول أنه الزواج هو الباب اللي ينتظرني؟ يقول وأنا قاعد أتكلم عندي إيمان في الله، لكن في نفس الوقت في حاجة في داخلي تقول لي أنت مجنون، مين يتزوجك وأنت ما عندك لا شغل ولا وظيفة ولا بيت ولا سيارة، وأنت وضعك المادي ما يعلم فيه إلا الله. يقول لكن هذا وعود، هذا الآية كده تقول، وهذا كلام ربي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، بس يا ترى مين حيزوجني وأنا وضعي المادي سيء؟ يقول توكلت على الله ورحت ودخلت على أهل البيت وكلمت أمي وأبوي وكلمت إخواني، قلت لهم اسمع أنا قررت إني أتزوج. يقول بمجرد ما فتحت لهم موضوع الزواج قالوا لي أنت مجنون، فيك شيء صاحي تبي تتزوج؟ مين حيزوجك؟ أو مين اللي يرضى يديك بنت وأنت ما أنت شغال وما عندك لا فلوس ولا وظيفة ووضعك المادي؟ يقول أهلي حاولوا أنهم يستنقصوا مني وحاولوا أنهم يحبطوني وحاولوا، بس لكن ما التفت لهم ولا سمعت كلامهم، لأنه أنا أساسا عندي قناعة بهذه الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، هذا كلام ربي وهذه وعود ربانية. يقول سبحان الله في يوم من الأيام التقي لي بفتاة بالصدفة، وكأن رزق ساقه الله إلي هذه البنت، وأتكلم مع هذه البنت بكل أدب واحترام، وكانت البنت جدا محترمة ومؤدبة. قلت لها اسمع أنا مالي في اللف والدوران، أنا بنت الناس شفتك وعجبتيني وحسيت إني أعرفك من زمان، وكل اللي أبغاه منك أبغى رقم ولي أمرك فأبغى أكلمه، بس بالمناسبة أنا إنسان وضعي المادي 1 2 3. يقول أبدا، وكان ردة فعل البنت إنه ما عندك أي مشكلة ربك ييسرها تيجي برزقها. يقول وأنا كنت صادق مع نفسي وكانت نيتي جدا صافية، وكنت على يقين إنه الزواج هو اللي بيكون بركة في حياتي. يقول وأخذت رقم ولي أمر البنت هذه واتصلت عليه، السلام عليكم العم فلان. قال لي أنا العم فلان لو سمحت ممكن نتقابل في مكان معين. يقول وكان أبوها في قمة الأدب والاحترام. يقول وأنا قابلت أبو البنت وأنا جدا كنت خايف ومتوتر، وفعلا يعني كان في حديث بيني وبين نفسي مين حيزوجك وإنت ما عندك شيء؟
يقول سبحان الله، قابلت أبو البنت وتكلمنا وعرفت بنفسي وقلت له اسمع، أنا بكون صريح معاك إلى النهاية. أنا شفت بنتك وعجبتني وطلبت رقمها على طول وقررت إني أقابلك. يقول لي طيب. فقام يسألني إيش شغال، في إيش ترجع، إيش وضعك المادي، إيش، المهم قاعد يسألني الأسئلة الروتينية اللي كل أب يسألها لأي رجل بيتقدم لبنته. فكنت أقول له اسمع، أنا لا أملك شيء، جيتك وحكيت قصتي مع هذه الآية وكيف صار وإلى آخره. الأب انعجب في كلامي، لكن هو متردد ما بين انه يوافق وما ما حيوافق عليه، لانه شايل هم بنته. انت فين حتسكن بنته وما عندك فلوس وما عندك شغل؟ فقال لي امهلني كم يوم وانا ارد عليك وخلينا نستخير. قلت له خذ راحتك. المهم قعدت يوم يومين الى 3 أيام الا وابو البنت اتصل علي، يقول لي تعال ابغاك، تعال البيت ابغاك. يقول انا كنت جدا متوتر، ولانه خلاص انا عارف انه قعد 3 أيام ما رد علي، اكيد ما هو موافق. فلما جيته قعدنا في البيت قال لي اول شيء والنعم فيك، كده قالها والنعم فيك، ويا ليت الشباب زيك. يقول انا بامكاني اقول لك ما حزوجك بنتي لانه انت ما عندك شيء، لكن بحكم انه انت جاي وبقناعة ومؤمن بالله انا بعطيك بنتي. يقول يا الله، والدنيا حسيت انه الدنيا ما هي شايلتني ومبسوط، وقمت ابوس راس ابو البنت وكأنه صاير خوي. المهم الحاصل قال لي كلم اهلك وتعال. رجعت البيت وانا جدا مبسوط، قلت لهم اسمعوا، اليوم الفلاني بتكون في شوف او خطبة على بنت الناس. اهلي استغربوا، انت تبى تورطنا؟ مين فين ومين هذا الأب اللي زوج، يعني مين هذا الأب اللي زوجك بنته؟ فصار يعني الناس كانت مؤمنة إنه ما حد يتزوجك إلا إذا كان عندك 1 2 3. هذا هو حال الناس إلى يومنا هذا. لكن هم ناسين إنه في شيء اسمه كله برزقه. يقولوا سبحان الله، أهلي شافوا البنت وصارت الخطبة والملكة، وكانت البنت فعلا في قمة الأدب والاحترام، وأهلي مرة حبوها. يقول لي بمجرد ما تم عقد قراني والأب قال لي زوجتك بنتي وقلت له أنا قبلت، أبواب الدنيا كلها انفتحت علي، أبواب الدنيا كلها. الوظائف اللي قدمت فيها وقالوا لي حنتصل فيك، وضعي المادي اللي كان سيء سبحان الله، وكأن كان عقد القران هذا عبارة عن جبر خاطر في حياتي، والدنيا كلها انفتحت وقدرت أكون مهر البنت وقدرنا نتزوج، والدنيا كانت مرة حلوة. يقول يعقوب وأنا أكلمك الآن أنا الحين مبسوط، والله رزقني بأطفال والحمد لله وعايشين ومبسوطين، هذا كله بفضل بركة الزواج والنية الطيبة. يا الله يا الله، أسأل الله أنه يبارك لك في رزقك ومالك، في زوجتك وأطفالك، ويرزقكم الذرية الصالحة. ورسالتي للشباب والبنات، لا تشيلوا هم، دام عندنا رب غفور رحيم ودود كريم، لا تشيلوا هم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، إيش تنتظر؟ لا تتعذر أبدا. ترى أحيانا هي مخارج الشيطان، مين حيقعد يعقد لك يا ترى ما عندك والزواج يبغاله 1 2 3. لا تشيل هم، تيجي برزقها، والله واسع كريم. أشوفكم على خير. لا تنسوا تمنشنوا القصة وتشاركوها للناس لتعم الفائدة.